اختبار وضعه ربنا ليا، يا اما انجح فيه اخد اكسلنت ممتاز، يا اما جيد جدا، يا اما جيد، يا اما رديء. باللغه العصر بتاعنا ممتاز نجح، جيد جدا نجح نص ونص، كان يا دوب يقول يا رب انت خلقتني كده يا رب، ما كنتش ابقى زي فلان الفلاني، اللي هي تردد العقل. بفكر انا ليه ربنا خلقني كده؟ طبعا ده اختبار من ربنا، انا واثق ان اختيار ربنا ليا افضل مما كنت اختار انا. طبعا ربنا اختار عقلي غير عقل استاذ نديم، غير عقل استاذ عمرو، غير عقل استاذ رامي، وميزنا كل واحد بالعقل. فالعقل هو مثل الانسان، فلازم كل معاق، انا رساله بوجهها لكل معاق، اعتز بنفسك، اعتز بنفسك، اعتز بنفسك، وارضى بما قسمه الله لك، تكن مرتاح البال، لا تنظر لنظرة المجتمع، لنظرة اي واحد بيكسر في همتك. شوف انت هدفك ايه، هدفك ايه في الحياة؟ هدفك تبقى عالم قدامك طريق مفتوح، هدفك تبقى شاعر قدامك طريق مفتوح، هدفك تبقى واعظ قدامك طريق مفتوح، هدفك تبقى منحرف طريق مفتوح. فاحنا ما عندناش قيود، احنا في مجتمع مفتوح. فانت لازم كمعاق تبقى قدوة، قدوة لأي سبيل. بمناسبة إنشاء القناة، كنت أنا ورامز، رامز طبعا صديق عزيز، احنا الاتنين بنكمل بعض. هو أفكاره نيرة ونشيط وبيحب الديناميكية. أنا زي ما أنا قلت بفكر كذا مرة قبل ما أعمل الحركة، قبل ما أعمل رد الفعل. مشكلة التحرك عامله لي مشكلة برضو، اللي انا انتقالات ما اقدرش احضر اجتماعات في مصر، مؤتمرات، ندوات، ورش عمل، حاجات من دي، فهو بينوب بهذا الموضوع. فنشأت القناة، كنا انا وهو سهرة ليلية مع بعض، ماشيين مع بعض، فقاعدين في محطة مصر، فقال لي انا بكره رايح محطة مصر هنا في سكة بتاع المحلة الكبرى عند محطة القطر، قاعدين في الشارع، بيقول لي انا رايح بكره عند احضر ورشه مؤتمر لمشير خطاب ومحافظ القاهره عشان معاصرين مش عارف، فايه رايك تسجل لي عشان ترفعه على اليوتيوب ونحطه على الفيسبوك؟ قلت له ماشي. رحت طلع المحمول بتاعي وقعدنا نصور، قاعدين في المحطه كده شغالين مع بعض قاعد، فصورنا مع بعض انا وهو، ورحت ارفع على اليوتيوب عندي. انا كنت بصراحه ما كنتش ناوي ارفعه على اليوتيوب، كنت ناوي ارفعه على الفيسبوك بس. فوانا برفعه على الفيسبوك اتلغى الفيسبوك بتاعي، حذف الحساب، وانا برفع فجأة لقيت الحساب اتحذف، وقال لك تم ايقاف حسابك نهائيا بدون اي سبب. مش عارف اعمل ايه، فجد راح اتدبر في دماغي، طب انا ارفعه على اليوتيوب. رحت رافعه على اليوتيوب، انا دي حساب على اليوتيوب من زمان، رحت رافعه على اليوتيوب. ثاني يوم جه رامز قال لي عملت ايه؟ قلت له انا رفعته على اليوتيوب. هنعمله ايه؟ قال لي نعمل انشاء جروب، نعمل جروب على الفيسبوك نسميه قناه صوتنا لذوي الاعاقه. رحت عامل الجروب، طبعا انا عملت جروب من صفحتي، منشئ الفيسبوك. قلت له طب ما نعمل مدونه بالمره، يبقى المدونه اساس الجروب. فبالتالي تطورت الفكره من فيسبوك لجروب لمدونه، فظهرت القناعه على ارض الواقع. القناعه هدفها كسر حاجز الصمت اللي بيننا وبين المجتمع، اللي بيننا وبين الحكومه. في اهمال جسيم، في بعد بين شريعه المعاقين في مصر والحكومه والمجتمع، في فجوه كبيره، ده ما بيسمعش ده وده ما بيسمعش ده. المعاقين مش عارفين يوصلوا صوتهم هنا. احنا لما نيجي نتكلم مش عارفين ايه الوزاره اللي احنا تابعين لها. هل احنا تابعين وزاره التضامن؟ هل احنا تابعين وزاره الصحه والسكان مشير خطاب؟
ما اناش عارف الوزاره اللي انا تابعها لغايه دلوقتي. فكان هدف القناه توصيل صوتنا للمسؤولين على اعلى مستوى، توعيه المجتمع ككل، توجيه نظر المعاقين بضرورتهم في المجتمع، بانهم مش عالة على المجتمع، بانهم لهم احتياجات واحنا بنوصل الاحتياجات دي للناس. وانت ما ما تقولش انا اقعد في البيت، ما تقولش انا خلاص نصيبي كده واستكين في مكاني، لا، تطالب بحقك. حقك لا ضاع حق ولا هو مطالب. حقي انا عايز حق في الرصيف ده، يبقى انا هفضل وراه، اروح المحافظ، ارفع اليوتيوب، اكلم الوزير، اكلم رئيس الوزراء، اوصل لاعلى مستوى في البلد لغايه ما اوصل لحقي. حقي مش هيوصل لان انا افضل اقعد في البيت اقول يا ريتني، طب انا اعمل ايه يا ربي، افضل ادعي. طبعا الدعاء ده ما بننكروش، الحاجه الدينيه ما بننكرهاش، لكن ربنا قال لك اسعى وانا اسعى، اسعى يا عبد وانا اسعى معاك. ما اقدرش اقعد في البيت، طبعا ده مقوله، اسعى يا عبد وانا اسعى معاك، دي مقوله. وفي لا ضاع حق وراء مظالم، مقوله ارض. طبعا ده المعاق ما يستكنش في مكانه، ما يقولش انا ربنا خلقني مش عارف اتحرك، خلاص اقعد في مكاني. ما ربنا خلقني مش عايز اسمع، ما بسمعش، يبقى ما بسمعش، يبقى انا عازل عن العالم. ربنا خلقني كفيف، يبقى افضل قاعد واحد يسحبني على مقابر، اقرا لي قل والله احد، قل اعوذ برب الناس، واسترزق بالعاهه او الاختبار اللي ربنا اداهولي، احوله الى وسيله مكسب رخيصه. انا بعتبرها رخيصه، يعني اي واحد يتاجر بعهده يعتبر رخيص. ما تسولش انا بعهد دي، او تسولش بربنا اداني حاجه قاعد على كرسي، ما اقعدش على رصيف واقول لله اديني. احنا بنعمل توعيه للناس ان ده مش انت مش كده، انت اثم من كده. احنا عايزين نوصل لك ان الدوله تخصصك او تديك حقك في العمل، عشان نبعد عن موضوع التسول. رؤية المجتمع المشكلة في بنتحرك بقى عليها ولا التثقيف. على ايه؟ احنا بنحاول على كذا محور زي ما بنقول، ان عايزين نحسن او نوعي المجتمع ان المجتمع نفسه مش مدرك بالمعاق وحقوق المعاق. يعني زي ما كنت موجود في أنا لو احنا رحنا في ركبنا اي مواصله عامه او مترو الانفاق زي ما احنا قلنا، هنلاقي الدوله مديه حق قليل للمعاق، يعني مثلا مخصصه له كرسي مكتوب عليه كرسي مخصص لذوي الاحتياجات الخاصه، مخصصه له اقل حاجه مخصصاه. المشكله بقى في المجتمع، تلاقي مين اللي قاعد عليه؟ فلان. لو انت قلت له اقرا كده هيتحرق، ما هو متعلم بس هو مش ما بيقراش. ليه ما تقراش؟ ليه؟ الكرسي ده المفروض يبقى فاضي، حتى لو المترو مليان المفروض يبقى فاضي، ما مشغلوش. انا ممكن يطلع لي في اي محطه واحد زي الخاص. فاحنا بنوعي ان المجتمع ككل، ان في فئه عندك موجوده في المجتمع، نسيج موجود معاك، اخوك، اختك، ابوك، امك، جارك، ما هوش منفصل عنك. بوعيه ان الفئه ديت لها احتياجات، ما نبذهاش، ما بصلهاش نظره تضايقني.